السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده مهم جدا لأي حد ناوي يشتري شاشة، خاصة لو كانت الشاشة دي مستخدمة. وبدون كلام كتير خلينا نبدأ بعد الانترو. حابب اقول لك على حبه ملحوظات مهمه، خاصه لو هتشتري شاشه مستخدمه او يوزد عامه. والملاحظات دي هتتبعها في اي شاشه هتشتريها، سواء كنت هتشتريها من يوزر او حتى من مول زي مول البستان او مول روكسي. واول حاجه عايز اقول لك عليها ان الضمان اللي انت بتاخده من المحلات هو عباره عن ضمان وهمي، لان انت مجرد ما تخرج من المول وتيجي للراجل ده، لو حتى جيت له بعد يوم، اقل حاجه هيقول لك ان الشاشه اتخبطت منك ومش هيرضى ياخد منك الشاشه دي. فلازم انت تستت الشاشه كويس جدا في المحل عند الراجل قبل ما تاخدها او قبل ما تستلمها. ودي حاجه مهمه جدا، لان انت اول ما تخرج من المحل صدقني هيقول لك ما اعرفكش، يعني خلاص كده، لان الشاشات اقل حاجه ممكن تتخبط منك وتبوظ، وهو اكبر حاجه هيقول لك عليها ان الشاشه اتخبطت منك لو انت جبت له تاني او حتى فيها عيب. فلازم انت تتاكد ان انت بتستت الشاشه كويس، وده اللي هقول لك عليه ازاي تعمله في الفيديو ده، وده بواقع تجربتي وخبرتي. يعني ممكن في حاجات انا انساها، ممكن في حاجات ما اعرفهاش تانية، فانت تستت الدنيا كلها. واول حاجه تستتها في الشاشه اول ما تروح عند الراجل ان انت تبص على هيكل الشاشه من الخارج، او انت تبص على الشاشه وان الشاشه ما تبقاش متجرحه او فيها جروح باينه او فيها اي خرابيش او اي حاجه من الحاجات دي. ودي مجرد ان الشاشه تكون مطفيه بس تبص على الشاشه من الخارج. طبعا الخرابيش اللي بتبقى موجوده في القعده دي بتبقى حسب الشاشه، فرز اول فرز تاني، يعني ما بتبقاش هو البيج ديل، ولكن حاول تستنضف لان ديت حاجه انت تدفع فيها فلوس، فحاول ان انت تجيب حاجه نظيفه بقدر الامكان. تاني حاجه هو اللي انت تبص على فريم الشاشه ومتاكد ان الشاشه دي مش مفتوحه او محطوط عليها لزقه او اي حاجه من الحاجات دي، لان الشاشات عامه في ساعات بتبقى جايه مفتوحه او بايظه او متصلح فيها حاجه او معمول لها صيانه. ومن اكتر عيوب الشاشه هو الاي سي اللي بيسخن وبيخلي الشاشه تطفي وتقيد، فهم عامه في ساعات بيبقى في شاشات متصلحه او حاجات زي كده. فاول حاجه تبص عليها برضو ان الشاشه ما تبقاش مفكوكه او متفككه قبل كده، وده بتبص عليه من الهيكل عامه بتاع الشاشه. بتشوف مثلا ملحوم محطوط عليه امير صمغ اي من الحاجات دي، يعني شوف الشاشه كده هتلاقي ايه مترقعه من حته ملحومه، الحاجات دي كلها. عامه بتبص على الفريم بتاع الشاشه، لو الفريم مظبوط وما فيهوش اي مشكله بتبدا تخش في المراحل اللي بعدها. المرحله الثالثه هو اللي انت بتبدا تضغط على جنب الشاشه، زي ما انت شايف كده بتبدا تضغط على الاربع جنوب بتوع الشاشه. لو ضغطت عليه ولقيت ان الشاشه بتدخل معاك لجوه يبقى الشاشه دي كانت مفكوكه قبل كده. ودي عامه بتجيب صباعك وبتضغط بالراحه جدا، ما تضغطش جامد، يعني انت بتضغط بالراحه، هي اصلا لو مفكوكه هتلاقيها بتزق معاك. وعامه بيستخدموا لزق دبل فيس عشان يلزقوا الشاشه في الفريم، فلو لقيت ان الشاشه مفكوكه او بتخش معاك لجوه او بتزق معاك لجوه اعرف ان الشاشه دي اتفكت قبل كده. ورابع حاجه تستها في الشاشه هو بقى تخش في مرحله التجربه. ومرحله التجربه دي عامه الشاشه اللي انت هتشتريها هيبقى فيها مداخل فيجا او اتش دي ام اي او دي في اي او حتى ديسبلاي بورد. لازم تجرب الاربع مداخل دول في الشاشه، لان في شاشات بتيجي بمدخل شغال والبيت المداخل فاصله، فانت لازم تجرب كل المداخل اللي في الشاشه. لو تعرف برضه تجرب مداخل اليو اس بي في الشاشه، وده عن طريق ان انت تجيب كابل برينتر وتوصله في الشاشه وتجرب كل مداخل اليو اس بي. من الحاجات برضو اللي تبص عليها في الشاشه هي الزراير اللي موجوده في قلب الشاشه او الكونفيجريشن باتونز، ما اعرفش اسمها ايه بالتحديد، ولكن تتاكد ان الزراير اللي في الشاشه كلها شغاله، لان في ساعات بتيجي زراير بايظه ومش شغاله، وفي ساعات البورده بتاعتها بتبقى بايظه من جوه، ولكن تقعد تتكتك على الزراير تتاكد ان كلها شغاله وما فيش اي مشكله. تمام. وتتاكد برضو من درجات الوان الشاشه، هل الشاشه لونها ابيض، اللون الابيض باين فيها ان هو ابيض مش مصفر، اللون فيه حاجه غلط. ولو لاحظت حاجه من الحاجات دي يا ريت من الزراير بتاعت الشاشه برضو تعمل ديفولت او ترجع السيتنجز بتاعتها للفاكتوري ريسيت، وده برضو عشان ما تبقاش ظلمت الراجل، او الشاشه ممكن يبقى اصلا ملعوب في السيتنجز بتاعتها فتلاقي فيها حاجات غريبه. فانت برضو لو لقيت حاجه غريبه اعمل فاكتوري ريسيت وجرب تاني. من الحاجات برضو الاساسيه اللي لازم تتستها هو البرايتنس، وفيها اللي انت تعلي البرايتنس بتاع الشاشه على الاخر جدا وتقلله على الاخر. ولو لقيت ان البرايتنس او شكل الشاشه او السطوع بتاعها بيقل وبيزيد يبقى الشاشه دي ما فيهاش مشكله، ولكن لو لقيت ان البرايتنس ما بيتغيرش اعرف ان الشاشه دي فيها مشكله وما تشتريهاش. ونفس الفكره برضو مع الجاما، لو الشاشه دي فيها جاما. من الحاجات برضو اللي تبص عليها هو اماكن السوكيتات زي الفيجا او المعروف بالفي جي اي او الدي في اي او الاتش دي ام اي والحاجات دي كلها، عن طريق ان انت بس تدوس كده وتزق كابل الفيجا، هل تشوف السوكت او الوحده كلها بتتزق معاك لجوه ولا ثابته في مكانها. ودي برضو من الحاجات اللي في ساعات بتبقى متصينه. لو لقيت حاجه برضو الالوان مش ظابطه يبقى كده فكك من الشاشه دي خالص ودور على شاشه ثانيه. وبعد ما جربت المداخل عند الراجل، انا عارف ان الراجل اصلا هيزهق منك في حوار التست ده لان كده هو حوار طويل، ولكن انا من وجهه نظري الخاصه انت هتدفع فلوس في حاجه فلازم تجربها، لان انت مش هتدفع فلوس في الهواء. وبعدين يعني كلنا بنجيب شاشه هنستخدمها طول العمر يعني، او هنستخدمها فتره طويله قوي، فليه ما نشيكش على الحاجه او نتاكد ان الحاجه تمام قبل ما نشتريها؟ يعني خد وقتك، انت مش خسران حاجه حتى لو الراجل اتضايق او حاجه زي كده يعني. وعامه بعد ما اتاكدت من ده كله ان الشاشه تمام مش مفتوحه، ما فيهاش خرابيش، الاتش دي ام اي او الفيجا او الدي في اي او الديسبلاي بورد كله شغال وكل حاجه شغاله في الشاشه، هتبدا تخش على مرحله اللي انت تستت البيكسل
البكسلز بتاعه الشاشه، ودي اللي هنجيلها في المرحله دي. وهو على طول اللي انت هتقوم فاتح عند الراجل برنامج تيست للشاشه. لو الراجل ما عندوش برنامج تيست على الشاشه هتخش على الموقع اللي انا هقول لك عليه دوت اسمه ايزو، وده هتخش عليه عن طريق اللي انت هتخش على جوجل وهتكتب ايزو او ايزو، صراحه انا ما اعرفش الاسم بالتحديد، ولكن هو اسمه ايزو مونيتور تيست زي ما انت شايف كده، وهتدوس على اوكي. واول لينك هيظهر لك هو اللينك ده، وهتدوس عليه كده. اول ما تدوس عليه يفتح معاك بالشكل ده، تمام. هتدوس على ستارت تيست. اول حاجه هتشوفها كل اللي احنا محتاجينه في الحاجات دي هو مش ده خالص، يعني مثلا انت ممكن تدوس حتى سبيس تلغي العلامات اللي موجوده في الجنب او تحت على اليمين، ولكن هتدوس على سهم لتحت كده هتخش على الشاشه السوداء. واول ما تخش على الشاشه السوداء اتاكد ان مفيش حاجه فاتحه او في حاجه غريبه في الشاشه او في نقط او في حته مفتحه اكتر من حته ثانيه، واللون الاسود يبقى لون اسود كده خايب، فاهم الفكره؟ خاصه لو انت هتشتري شاشه اي بي اس. ولما تخش بقى على اللون الابيض، ودي اهم حاجه، اللون الابيض هيكشف لك كل عيوب الشاشه. اولا لما تخش على اللون الابيض ده في الشاشه كده كويس، اهم حاجه وانت بتلاحظ في الشاشه ان ما يبقاش في نقط بيضه في الشاشه او في خطوط بيضه او اي حاجه لونها ابيض فاقع، ولكن هتلاحظ ان في اختلاف في الحاجات دي، وده عامه بتبقى بسبب ان الشاشه مخبوطه او حصل حاجه في الدات بتاعتها، ففي حاجه بتبقى غلط عامه. ولكن لو شفت ده على طول سيب الشاشه ودور على شاشه ثانيه او اخرج وسيب البيع ده. وبرده هتنزل تحت كده سنه وتاكد برده ان اللون الاحمر في الشاشه كلها لون واحد، واخد درجه واحده او واخد تون واحد، مفيش اي اختلاف في الالوان، تمام. وبرده هتعمل سكرول داون، نفس الفكره نفس الفكره نفس الفكره، وبرده نفس الفكره هنا. كل ده احنا مش عايزينه، احنا اهم حاجه ننزل على تدرج الالوان من الابيض للرمادي، وتاكد ان هنا انت معاك الابيض من اول هنا فاتح جدا لحد اللون الاسود هنا اغمق حاجه، تمام. وتاكد ان الشاشه معاك تدرجات الالوان فيها مظبوطه. وبعد ما تتاكد ان تدرجات اللون مظبوطه هتدوس برده سكرول داون وتيجي على الكتابه. الكتابه من اهم الحاجات اللي برده لازم تبص عليها. اولا تتاكد ان مفيش حاجه معمول عليها بلور او منغبشه او مش واضحه في الكتابه، دي اول حاجه هتبص عليها. ثانيا تتاكد ان مفيش حروف داخله في بعض زي ما انت شايف كده، هو مالي لك الشاشه كلها خطوط، وتتاكد ان الخط واضح وظاهر معاك، ما يبقاش باهت، ما يبقاش فيه بلور، ما يبقاش فيه اي حاجه غلط. يعني انت شوف الشاشه معظمها عامل ازاي وتاكد ان كله زي بعض، تاكد ان مفيش اختلاف، ودي خد وقتك فيها وراحتك خالص، بص براحتك وتاكد ان الشاشه كلها تمام. واهم حاجه تبص فيها هي على الاطراف، تمام، والحتت اللي ما بين نص الشاشه، يعني اتاكد يعني من الاخر بص على الشاشه كلها، تست كل حاجه، خد وقتك خالص وخد راحتك. وبعد ما تاكد ان الكلام كله مظبوط معاك ومفيش اي مشكله هتنزل على تحت وتدوس سكرول. التست دي كلها ملهاش لازمه خلاص كده، وكده نكون احنا خلصنا كده. يبقى انت تستت الشاشه بنجاح وتقدر كده تاخد الشاشه وتتوكل على الله. المعلومه اللي عايز اقول لك عليها انك انت تتاكد من الشاشه كويس جدا قبل ما تخرج من المحل من عند الراجل، لان صدقني لو خرجت من المحل وجيت له بعد يوم اقل حاجه هيقول لك عليها ان الشاشه اتخبطت منك ومش هيرضى يرجعها لك، فلازما تتاكد من الشاشه كويس جدا قبل ما تخرج بيها من المحل. وبكده يا عزيزي المشاهد تكون اتعلمت ازاي تتست الشاشه في فيديو اقل من 5 دقايق على ما اعتقد، وبدون كلام كتير. اشوفك الفيديو الجاي، ما تنساش تعمل لي سبسكرايب ولايك لو الفيديو عجبك، ولو في حد صاحبك هيشتري شاشه ما تنساش تشير معاه الفيديو ده، واشوفك الفيديو الجاي.